السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد سعيد يحييكم وحلقة جديدة وأخبار النادي الأهلي. طبعا بالأمس تم وصول النادي الأهلي إلى المعسكر الخارجي بالأراضي التونسية، وإن شاء الله تم الاتفاق على مباراتين، الملعب التونسي والبنزرتي التونسي. أول مباراة سوف تكون مع الملعب التونسي يوم 21. بمناسبة اللاعب وسام أبو علي، الأهلي يحكم بأحكامه، وصفقة وسام أبو علي درس لأي لاعب تسول له نفسه اللعب مع النادي الأهلي. والبديل هو مهاجم الدوري الإنجليزي يوسف سالش، فهو لاعب إمكانياته عالية وجدير بالانضمام إلى النادي الأهلي. وتحديدا بدأ المسؤولين في النادي الأهلي فتح خط التفاوض مع اللاعب، يعني لعل وعسى أن نراه قريبا في صفوف الفريق بدلا من اللاعب وسام أبو علي. الأهلي يبدأ الموسم الجديد من أول السطر برسالة واضحة لكل اللاعبين: النظام وسيستم النادي الأهلي أولا، ومن يخالف ذلك فعليه الرحيل فورا أيا كان اسمه وأيا كانت نجوميته. طبعا النادي الأهلي زي ما اتكلمنا قبل كده، وطبعا الشباب اللي لسه حديث العهد على السوشيال ميديا اللي مش عارف تاريخ النادي الأهلي كويس لازم يفهم كمية الضغوطات والحروب اللي النادي الأهلي بيواجهها. دي بتبقى في الكواليس، ولكن من عادة مجلس إدارة النادي الأهلي الصمت، لدرجة إن احنا بقينا بنطلق عليهم الصمت لغة العظماء. استحالة تلاقي مثلا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يطلع ويتكلم ويقول معلومات يكسب بها عطف الجمهور، ده مش موجود في النادي الأهلي. استحالة جمهور النادي الأهلي يتقرب ويتودد ويرفع أسهم عضو من مجلس الإدارة أو جهاز فني أو لاعب فوق اسم النادي الأهلي. ده طبعا مش موجود عندنا في النادي الأهلي. أهم نقطة بجد واللي لازم الشباب الحديث العهد على السوشيال ميديا يفهمها: الأهلي لا يدار بالروايات والقصص والأفلام والمظلوميات. ليه أنا بقول كده؟ استحالة مثلا تيجي تلاقي جمهور الأهلي وهو بيتناقش مع بعضه يقول لك النادي الأهلي بيخسر بالحكام، النادي الأهلي الأندية بتتفاوض مع لاعيبته عشان يفضوا الفرقة. ما تلاقيش الكلام ده في النادي الأهلي، استحالة. ممكن تلاقيه في أندية أخرى. ممكن مثلا رئيس نادي، يعني أنا أفتكر موقف غريب جدا، وده غريب من نوعه في أي نادي في العالم، إن أحد الأندية هنا في مصر وكان معاهم مدرب يعني أجنبي في مؤتمر صحفي قدام العالم كله، فمحطوط قدامه على الترابيزه بيبسي، فتتخيل ان هو بيقول لك عندنا رئيس نادي لو قال يعني لو قال ان دي مش ازازه بيبسي ودي كولا، خلاص الناس وراه ماشيه وراه تقول لك دي خلاص ازازه كولا. انت شفت العقليه وصلت لحد فين؟ ده بقى حد منهم، يعني احنا مش بنتهمهم، ده احنا بنتكلم في بيان ومؤتمر صحفي من مدير فني محترم اجنبي ما هوش مصري بيدعي على رئيس النادي 1 2 3. طيب لو احنا اللي جينا قلنا واتهمنا واتكلمنا هتلاقي سباب وشتام والفاظ وهجوم فانت بتتعامل برضه مع عقليات ربنا يكون في عونهم، وانا مسميهم دايما التربه الخصبه، وممكن ارجع تاني اسميهم اللي اختشوا ماتوا، وممكن ارجع اقول سنظل اوفياء وارجع اقول على العهد باقيين. طبعا الكلام ده يا جماعه مش عندنا في النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي عالمي بيدار
بطريقه احترافيه وعلى كل العصور. يعني رئيس نادي بيسلم لرئيس نادي، ده سيستم ما بيتغيرش. النادي الاهلي نادي كبير، جمهور كبير، وده طبعا شفناه في امريكا وشفناه تحديدا في ملعب ميامي، ان المدرجات كلها مكتظه بجماهير النادي الاهلي. فطبعا النادي الاهلي لا يقارن باي نادي في مصر او بافريقيا، من حيث عشان الكلام ما يتأولش وعشان الكلام ما يتحرفش، النادي الاهلي لا يقارن من حيث الالتزام والانضباط ومصلحة النادي فوق الجميع. دي صعب الحاجات دي تلاقيها في اي نادي، وهي دي يا جماعة سر الطبخة اللي النادي الاهلي ماشي عليها من منذ نشأته. هي القصة مش فلوس بس، القصة مش اسماء وشخصيات بس، لا يا جماعة، هو سيستم. شيل محمد هات احمد هات ابراهيم، هو سيستم واحد بيمشي على الكبير قبل الصغير في النادي الاهلي. وده سر من عظمة النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، وان شاء الله بيفضل الاهلي مستمر في حصده لجميع البطولات اللي بيشارك فيها، واحنا دايما معاه جمهور ما بيقبلش الا انه يكون رقم واحد. لدرجة ان المدير الفني كولر في احدى المباريات، في مباراة السوبر اللي بتقام قبل الدوري، بعد الاهلي ما احرز مباراة السوبر واللاعيبة احتفلت والتصويرات وتوزيع الميداليات والكأس، وهو خارج الجمهور بيقول له الدوري يا كولر، يعني ما عداش مثلا 5 دقايق،